ال10 جنيه تمثيلية من تأليف أحمد حلمي. ال10 جنيه تمثيلية من إخراج محمد عثمان. انت متأكد يا سليمان انها كانت معاك امبارح؟ طبعا متأكد يا عزيزة، تمام زي ما انا متأكد ان اسمي سليمان. انا حاططها بايدي على الدلسوار ده اهو جنب الساعة، وكان معاها جواب وتلغراف من اخوك عبد الخالق ونسخة من مجلة الإذاعة. انا ما كانش يهمني لو كانت الحاجات دي كلها ضاعت، لكن ورقة ب10 جنيه ما هياش حاجة بسيطة. استغفر الله يا شويش. مفهوم يا فندم مفهوم، بس تسمح سيادتك تقول لي امتى لاحظت انها مش موجودة؟ من قيمة ساعة واحدة بس، وعلى طول رحت مبلغ الاسم فحضرتك جيت. انا اصلي ما احبش اضيع وقت، وخصوصا في ظروف زي دي، لانه اذا كانت انسرقت وهو ده اللي انا بعتقد ومتاكد منه، يبقى الافضل اننا نتخذ الاجراءات بسرعه قبل الحرامي ما يتصرف فيها. طبعا مظبوط يا فندم مظبوط، ده كلام سليم. على العموم انا لسه برضه محتاج لشويه تفاصيل اكتر من كده. ان شاء الله هنلاقيها باذن الله. وعرفتوا منين انها انسرقت؟ ابوك يا ستي بيقول انها كانت في ظرف ومحطوطه على الدلسوار مع شويه جوابات. ايوه امبارح الصبح وهي دلوقتي مش موجوده. على الدلسوار ده اهو. ايوه ده اهو. طب ما في شويه جوابات اهم، دورتوا فيهم؟ دورنا ولا لقيناش حاجه. الله، ده تلغراف خالي عبد الخالق اهو. ما تنساش يا بابا انه جاي النهارده. سأصل الساعة 12، لا تنتظروني على المحطة. ودلوقتي الساعة 12:30، يعني زمانه جاي. اعمل معروف يا بابا، ما تقولوش على حكاية ال10 جنيه دي لحسن يتضايق، وانت عارف انه جاي ينبسط ويقعد عندنا يومين. انا مالي انا يقعد يومين ولا يقعد 3؟ يعني هسيب ال10 جنيه تضيع كده وانا ساكت؟ واحنا هنعمل ايه يعني؟ اهي ضاعت وخلاص، ومصيرها برضه تتلاقي. هي دي يعني حاجة غريبة؟ ما احنا بيضيع مننا حاجات كتيرة قوي وفي الاخر برضه بنلاقيها. ايوه لكن دي لا، دي مش ممكن هتتلاقى ابدا. علشان ايه؟ علشان اتسرقت. ما هو مفيش فايده من الكلام ده ابدا. لما اقوم اوضب لخالك عبد الخالق اوضته اللي هينام فيها. عن اذنك يا شويش. اتفضلي يا هانم اتفضلي. ودلوقتي بقى تسمح لي يا استاذ سليمان اعاين البيت، يمكن اقدر الاقي حاجه تساعدنا في معرفه الحرامي. مفيش مانع، اتفضل. هو يا ترى في البيت ده شغالين؟ طبعا في. طيب انا كنت احب انهم ما يعرفوش انا جاي علشان ايه، لانه اذا كان واحد منهم هو اللي سارق يبقى الاحسن انه ما يشكش في حاجه، لحسن بعدين يتصرف في ال10 جنيه. وهو كذلك يا شويش. اتفضل من هنا. السلام عليكم. خالي عبد الخالق، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا خالي اتفضل. اهلا بيك يا بنتي. يا سلام يا سناء يا بنتي، اما حته دي مشوار انما سخن بصحيح. اهلا سي عبد الخالق، الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك. امال فين اختي عزيزه؟ فوق بتوضب لحضرتك الاوضه. دقيقه واحده لما اطلع عندها لحضرتك. ما تنساش يا بابا اللي اتفقنا عليه. ها وازيك انت يا سليمان؟ سليمان مين فين؟ الساعه كام؟ ليه ازاي؟ ايه في ايه؟ بقول لك ازيك، ساعه كام ايه؟ الله يسلمك. وازاي عزيزه؟ عزيزه مين؟ عزيزه مين يا نهار اسود؟ عزيزه مرات. ايه حكايتك؟ ما تفهمني، مالك سرحان كده ليه؟ يوه لا مؤاخذه يا عبد الخالق، انا اصلي مخي مشغول شويه. مشغول في ايه؟ في موضوع كده انما مضايقني شويه. طب ما تقول لي عليه يا اخي، مش يمكن اقدر اريحك. اصل يا سيدي بالعربي كده اتسرقت مني ورقه ب10 جنيه. 10 جنيه؟ ايوه من الاوضه دي، كانت موجوده امبارح، النهارده راحت خلاص للاسف. مش قادر اعرف مين اللي سرقها. قلت لي عشان كده بقى. انا الاخر كنت بقول ايه اللي جابه هنا ده. هو مين ده؟ العسكري اللي في الجنينه. انا يا سيدي اصلي ما حبيتش اضيع وقت، بلغت الاسم على طول، راحوا باعتين لي العسكري ده. لا عملت طيب برضه. ايوه بس عزيزه مش مصدقه انها اتسرقت، مع ان مفيش في الدنيا ورقه ب10 جنيه بتخرج كده من الباب لوحديها، ضروري يكون حد خدها وياها، لازم حد يكون خدها. والغريبه ان انا مش قادر اعرف هو مين ده. وغريبه ليه بقى؟ ما هي حاجه طبيعيه. هو يعني الحرامي هيسيب لك اسمه وعنوانه بعد ما يسرق؟ اهلا وسهلا أهلاً وسهلا. الحمد لله على السلامه يا عبد الخالق. الله يسلمك يا عزيزه يا اختي. على فكره يا خالي، ماما وضبت لك الاوضه البحريه عشان تبقى بعيده عن اوضه بابا وتقدر تاخد راحتك فيها. ايوه اعملي معروف لحسن سليمان ما يبطلش شخير طول الليل. ايه الدعايه السيئه دي؟ خلونا احنا في موضوعنا. ايوه صحيح، سليمان كان بيقول لي دلوقتي على حكايه ال10 جنيه. كده برضو يا بابا؟ مفيش فايده يا بنتي، مفيش فايده. مش عاوز يطلع الحكايه دي من مخه ابدا، مع اننا قلبنا البيت النهارده الصبحيه حته وبرضه ما لقناهاش. ومش معقول ابدا ان يكون حد من الشغالين هو اللي سرقها. لا مؤاخذه يا ست هاني. عاوزه ايه يا انيسه؟ اللبن اللي على النار يا ست. ماله يا بنت؟ بيغلي. طب ومستنيه ايه يا بنت؟ ما تروحي تشيليه من على النار. مش لما اسال حضرتك الاول؟ هي دي عاوزه اسال يا انيسه. يا بنت روحي الحقيقه قبل ما فوق ويندلي يا بنت. ما هو اتلق يا ست. هي
شاء الله، وسايبه القطه تشرب في اللبن وجايه على هنا. طب وانا هعمل ايه يا سيدي؟ ما انا كنت حماله باكلي وراها واكلي وراها وبعدين ما لحقتهاش. القطه دي هتكنني خالص والله يا ستي. اكتر ما انت مجنونه يا نيله. روحي يا بنت شيليه من على النار وامسحي اللي اندلق في الارض يا بنت. حاضر يا ستي. ولا اقول لك استني يا بنت، استني احسن تلبخي، انا جايه معاكي. حاضر. عن اذنك يا اخويا، اما اروح اشوف البنت عملت ايه. عن اذنك. اتفضلي. الا حكايه القطه دي رخره، البنت انسه دي عبيطه خالص. يا ترى بتشك فيها يا رخره يا سليمان؟ الا بشك فيها وليه لا؟